مكملين معاكم كلامنا عن التشيل بلينز أو عضة البرد، والنهارده هنتكلم عن أهم طرق الوقاية. أهم قاعدة عندي هي التدفئة التدريجية، يعني ما ينفعش تبقى إيديا متلجة وأحطها بشكل مفاجئ ومباشر تحت مية شديدة السخونة أو قدام الدفاية أو قدام أي مصدر تدفئة، لأنه ده هيزيد الأمر سوء مش هيحل المشكلة. كمان لازم نلبس جوانتي وشراب يكون قطن بس تقيل قبل الخروج للبرد. ومش بس كده، احنا لازم نهتم بتدفئة الجسم كله مش بس الأطراف. الترطيب مهم جدا علشان نمنع حدوث التشققات اللي ممكن تؤدي إلى حدوث العدوى البكتيرية. امتى نقلق؟ لو أخذنا بالاحتياطات دي كلها ومع ذلك الحالة فضلت مستمرة لأكثر من أسبوعين، أو لقيت إنه الجلد اسود أو ظهرت عليه قرح، أو لقيت إنه الحالة متكررة حتى في البرد الخفيف. في الحالات دي كلها لازم نستشير الطبيب علشان نستبعد بعض الأمراض المناعية اللي ممكن تديني صورة مشابهة. تابعونا علشان تعرفوا كل جديد. دمتن جميلات.